السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم نشاط مدرسي جميل ان شاء الله يعجبكم. في الاخر بقى شكله قمر. الورق اللي انتوا شايفينه ده انا طبعا من موقع بنترست بالاحجام والاشكال اللي انتوا عايزينها. لو ما عندكش الموقع ممكن تشوفيه من على اللاب او ممكن ترسميها رسمة عشوائي. هي الرسمة سهلة مش صعبة. هترسمي الدوائر دي نص دواير كده رسمة عشوائي عشان يطلع شكلها شكل فروع الشجر. وجبت قطعة من الكرتون ورسمت عليها فرع الشجر، وبعد كده فرغته بالقطر او ممكن تقصيه بالمقص زي ما انت عايزه. بعد ما فرغت الكرتون هجيب فرخ فوم اخضر وهبدا ارسم الحدود الخارجيه للكرتونه عشان تاخد نفس الشكل. هقص من افرع الشجر دي 5 افرع، هوزع 6 كلمات عليها. هحاول اوزعهم بشكل حلو عليها، فانا هقص 5 كفايه. انت حسب الكلمات الموجوده عندك حاول تقص الافرع. بعد كده هجيب كرتونه واحاول ارسم جذع الشجره. لو انت هتعرفي ترسميه بايدك ارسميه، مش هتعرفي برضو طبعيه من موقع بنترست او شفيه من على اللاب هيبقى شكله حلو. بس هو سهل، بس انا حبيت عشان شكله يبقى احلى فطبعت الورقه كلها بنص جنيه وهيطلع معاك الشغل مظبوط اكتر. هبدا بعد كده امشي على الشكل الخارجي للجذع وابدا اقصه. انا قصيت منه 2 عشان الكرتونه تبقى جامده وحلوه، وبدل ما الشكل كان رفيع لما جيت اقص الجذع ما مشيتش على الخطوط اللي انا رسمها. انا خليت الجذع الشجره اسمك في الفروع بتاعته من فوق، اسمك شويه علشان لما اجي اثبت الفروع الشجر تبقى جامده ومتينه معايا ما تتكسرش بسرعه، عشان لو عملتها رفيعه ممكن تتقطم مني بسرعه، دي كرتون. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. هبدا اشيل الاستيكر بتاع الفوم واثبته على الكرتونه. كل كرتونه هثبت الفرع بتاعها عليها، وعشان ما تتلخبطوش في الفروع ممكن ترقموا الكرتون وترقموا الفوم. يعني تكتبوا 1 على الكرتونه وتكتبوا 1 على الفوم عشان تبقى كل فومه تبع الكرتونه بتاعتها، عشان لو في حجم زياده ولا حاجه ما يتعبكوش في التثبيت. بعد ما ثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدا اثبتهم فوق بعض، هرسمهم بالشكل اللي انا عايزاه وهبدا اثبتهم كده بالشمع عشان ياخدوا الشكل اللي انتوا شايفينه، وهقلبهم كده على ظهرهم وهبدا اثبتهم بالشمع كويس قوي عشان ما يفكوش من بعض. بعد ما ينشفوا يبقوا معانا بالشكل ده. مش مهم الفتحه اللي في النص دي، انا هحط لها قطعه فوم في الاخر وهتتدارى. هقص شرايط 2 مللي وهبدا اثبتها كده في الحواف على الشجره من فوق عشان متبقاش باينه الكرتونه. جبت قطعه من الفوم صغيره وثبتها زي ما انا قلت لكم. هجيب قطعه فوم تانية وهبدا اخد الشكل الخارجي بتاع الشجره عشان انا عايزه اغطي الظهر، مش عايزه اسيب الظهر كده كرتون. بعد ما رسمتها قصيتها. ممكن تعملوا الشجره قطعه واحده، لو انتوا مش عارفين تعملوا الفروع ممكن تعملوها قطعه واحده زي الظهر كده بالظبط. هجيب قطعه فوم احمر وهجيب رسمه التفاحه دي. هبدا ارسم الشكل الخارجي للتفاحه واقصها. انا هعمل منها 6 تفاحات. لو مش حابه تعملي تفاح ممكن تعمليه ورود او تعمليه دوائر حسب ما انت عايزه براحتك. ولو مش حابه اللون الاحمر ممكن تعمليها التفاح الاصفر، تعملي التفاحيه لونها اصفر هتبقى برضو شكلها حلو. بعد ما قصيتها بقت معايا بالشكل الجميل ده. انا قصيت منها 6 تفاحات شكلهم بقى حلو قوي. وعشان اغلف الجذع هجيب فوم جليتر بني. لو انت عايز تعمليه فوم من غير جليتر عادي هيديكي نفس النتيجة. انا عشان عملت الشجرة من فوق فوم جليتر فهكمل بالجذع بالفوم جليتر. هبدأ اخد الشكل الخارجي للجذع وبعد كده هقص بدل الشكل 1 2 وش وظهر عشان اغلف الشجرة الجذع من الناحيتين. هثبته هنا على الجذع. انا هنا بوريكم شكله بالفوم جليتر او شكله من غير فوم جليتر، يعني هثبتوه على الناحيتين شكلهم حلو هيديكوا نفس النتيجة. وهنا انا قصيت الاتنين، قصيت الوش والظهر بقى معايا بالشكل ده. بعد كده انا لقيت الكرتون طري فجبت كرتون النصبيان وقصيت واحدة تانية من الجذع عشان تبقى اقوى. النصبيان كرتون بيجيب من المكتبة عادي بس بيبقى اقوى من الكرتون العادي، ده كرتون مضغوط فهتبقى معايا اقوى وتشيل معايا فروع الشجر احسن. فممكن تعملي حتى فرع الشجر فوق ممكن تعمليه بكرتون نصبيان هيبقى اقوى برضو هتبقى متينة اكتر. هبدأ بعد كده اثبت الجذعين في قلب بعض وبعد كده اثبت الفوم عليهم من الجنبين. هيثبت معاكي حلو قوي بالشمع، ولو ما عندكيش شمع ممكن تثبتيه بالغيره. لو ما فيش غيره ممكن تثبتيه بالدبل فيس. اي حاجه من الحاجات دي ممكن تثبت معاكي الجذع. جبت جزء من الفوم اللي انا قصيته عشان اثبته كده على الكرتون. ما تفرديش الشمع على الجذع كله
حطي حبة بحبة عشان تعرفي تثبتي حلو، تضغطي على الشمع كويس عشان يثبت معاكي. بعد ما حطيت الجزء اللي فوق ثبتي الجزء اللي تحت. بعد ما ثبتت الجنبين بقت معايا كده، هبدأ اجيب الجنب الرفيع هقص حوالي نص سنتي، وهبدأ اثبت كده في جنب الشجرة عشان اقفلها عشان يبقى شكلها حلو، تبقى متغلفة من الجناب. هثبت الشجرة كلها، الجذع كله هلف عليه كله، وبعد كده هبدأ اجيبه واثبت فيه الجزء اللي من فوق. انا خلاص كده غلفته كله من الجناب. هقلب الفرع الشجرة عند الجنب التاني على الظهر، وهبدأ اجيب قطعة من الكرتون عشان انا مثبتها فرع فوق فرع، فجنب عالي وجنب واطي. هبدأ اثبت له قطعة من الكرتون علشان لما اثبت الجذع الشجرة يبقى ثابت ويبقى حلو، ميبقاش في ناحية عالية وناحية واطية. هحط حبة شمع حلوين كده على الجذع، هكترهم، ممكن تحط غيرها زي ما اتفقنا، واثبته كده على فرع الشجرة. بعد ما ثبت الجذع هبدأ ازود حبة شمع كده على الجذع عشان تبقى ثابتة معايا وجميلة. هجيب الفوم الاخضر اللي انا كنت قصاه عشان اغطي بيه الظهر، شكلها بقى تحفة، شكلها بقى حلو قوي، ان شاء الله تعجبكم. وهبدأ اثبته في الظهر علشان التقفيل يبقى شكله حلو ونضيف. لو انت حابة تسيبيها كرتون من ورا مفيش مشاكل، ممكن تسيبيها عادي كده ما تحطيش فوم من ورا من الظهر، بس انا عشان اقفلها من الظهر تبقى شكلها حلو. ممكن زي ما انا قلت لكم ممكن تعملوا فرع واحد زي ما انتوا عاملينها في الظهر كده. دي الكلمات ده انا شايفاها برضو من على اللابتوب. هتشفيها بالقلم الرصاص وتجيبي قطعة من الفوم وتضغطي بأي حاجة عندك. أنا ضاغطة بلبست القلم الجاف، هتضغط عليها تطبع معاكي في الفوم بالشكل ده. تضغط بالمشقلب هتقصيها وتركبي الكلمة. بس أنا هنا عندي كانت الكلمة لما قصيتها في حرف ضاع مني، حرف الألف، المفروض في ألف اللذان، بس ما أخدتش بالي غير في الآخر خالص. الحمد لله إني لحقتها قبل ما تروح للمدرس، ثبته في الآخر خالص. انا قصيت كل الكلمات اللي انا عايزاها، الست كلمات لزقتهم كده على التفاح ولزقت ورقة شجر عليهم. هبدأ اوزعهم كده على الشجرة، شكلها بقى تحفة. انا واثقة ان شاء الله هتعجبكم، بس ما تنسوش تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير، وتتفرجوا على الفيديو بتاع اللام الشمسية. انا عاملاها بطريقة حلوة قوي، ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تنسوش لو هتعلقوها زي ما انا هعلقها دلوقتي، قبل ما تثبتوا الظهر وتقفلوه بالشمع، هاتي جزء الخيط اللي انت هتعلقي منه الشجرة وابدأي ثبتيه قبل ما تثبتي الظهر. يعني ثبتي الاول الخيط وبعد كده قفلي الظهر عليه عشان ما يبقاش شكلها مش حلو، عشان انا بدأت افك جزء من الظهر وثبت الخيط بعد كده. هبدأ اثبتهم التفاح واحدة واحدة. ممكن تعملي بدل الاسماء الموصولة تعملي ادوات الاستفهام او ضمائر الغائب. ان شاء الله اعمل لكم نشاط علوم سنة رابعة، هيعجبكم ان شاء الله، حلو قوي. هعمله لكم في سكتش رسم، في رسومات حلوه قوي هتعجبكم، والنشاط بسيط وجميل واي حد ممكن ينفذه بسهوله. دي قطعه من الفوم كتبت عليها الاسماء الموصوله. انا في الاول ثبتها من غير كرتون، بس بعد كده قصيت قطعه كرتون لان لقيتها طريه وبتلزق من ورا، فقصيتها وثبت عليها قطعه من الكرتون وثبتها في الظهر. وقصيت جزء كمان كتبت عليه الاسماء، عمل الطالب واسم المدرس والفصل ومدير المدرسه، فرع كامل زي اللي انا مثبتاهم فوق. ثبته في الاخر يعني في جذع الشجره برضو من تحت. وثبت كمان الحرف اللي انا كنت ناسياه، حرف الالف في اللسان. وده الخيط اللي انا بقول لكم ثبته في الاخر، شلت جزء من الفوم وثبته. وبكده نكونوا خلصنا الفيديو وعملنا الشجره القمر دي. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.